نروحو نخدمو طلبية 100 حبة صابلي شوكولا بهذا الكاناش. عندي هنايا 750 غرام مرقرين درجة حرارة الغرفة، رشة ملح، كيلة بومبي تاع سكر كلاصي، حوالي 2 كيسان، كاس نتاع زيت، و5 صفار بيض و3 بيضات كاملين. نخلط مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. وبعد نزيد 2 ملاعق كبار تاع كاكاو بني ونص كاس نتاع نشا. بعد نبدا نجمع بالفرينه و2 اكياس خميره الحلويات. نجمع فقط العجينه تاع الصابلي ما تتعجنش. نزيد بشويه بشويه الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون يعني حاكمه روحها بصح طريه شويه نوعا ما لانه فيها الكاكاو، والكاكاو كما تعرفوا ينشف. ونطبعها. شوفوا كي تبقاكم هذو الشوت ما تعجنوهمش. العجينه تاع الصابلي اذا حبيتوا ما تسقرلكمش ما تعجنوهاش تحت اي ظرف كان. بعدها رزقتهم بكريمة الزبدة وحشيت بالكراميل، وقلاصيت هنايا بالشوكولا، ذوبتها تاع دادا بالحليب، وزدت لها لكل باطة 3 ملاعق نتاع الزيت، وزدت الكاوكاو وقلاصيتها مليح وخليتهم ينشفوا. وللقناش عندي 350 غرام تاع مرقارين، عندي 450 غرام شوكولا بالحليب نذوبهم في حمام مائي، ومن بعد نزيد لهم 650 غرام تاع شوكولا طلاء. هاد المقادير مضبوطه تاع 100 حبه. نخلط مليح مليح مليح، ومن بعد نخليه ساعه في الفريجيدر، ومن بعدها نبوشيه كيما راكم تشوفوا. هاد المقادير كيما قلت لكم تاخذ لكم 100 حبه قد قد، يعني ديروا كميه مليحه فوق الحبه تاعكم بهذه الطريقه. والتزيين كيما حبيتوا. انا يعني زينتهم بهذا الورد ودرت فيدوري.